يا داعي الكرامة والشرف نعيش من أجلك ونفنى من فناك. خبر حمد فضغم يوسع لنا كف. سيل القبائل صب يا رشميك ذاك. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا جيناكم يا رجال الكرامة، رجال الوفاء والنخوة، جيناكم بالدم والروح فداء للكرامة والشرف. احنا من قبائل أب الأبية، وقد سبقونا من أب من سبق من أبطالها، وهذا لحقوقهم الآخرين وستر الحق من أب ومن المناطق الوسطى آلاف مؤلفة، سواء ذي في اليمن في المناطق المحررة أو الذي في مناطق سيطرة الحوثي، حتى الذي في الخارج. نحن حتى مننا من أتى من الخارج، وسوف ندي حتى الطفل الرضيع يقاتل لأجل الكرامة والشرف. وإحنا والله العظيم ما جينا لا نتصور ولا نضيف، إحنا جينا نقاتل للشرف والكرامة. اسمعوا، نقاتل للشرف والكرامة. وأقل حاجة يا رجال إن إحنا نجل نمسح وجه القبيلة وجه حمد بن فدغم ذي كسر عسيبه عند قبائل اليمن، إن إحنا نحرر الجوف. أقل شيء هذا يعني احتراما للقبائل اليمن الذي حضرت إليكم وسلامتكم. نرحب بكم يا قبائل إب الأبية، أنتم نسل حمير، أنتم رجال أوفياء، أنتم من أعظم القبائل اليمنية أخلاقا وشجاعة وانتباها للمبادئ. وكذلك نشكر كل القبائل اليمنية الذي أتت من كل حدب وصوب حماية للدين والعرض والكرامة. نحن ما أتينا وجمعنا القبائل اليمنية إلا عندما رأينا ملامح الظلم والاستبداد وإهانة القبيلة اليمنية العظيمة من أقوام لا لهم أي كيان أو اعتبار. فنكرر ونرحب بكم يا قبائل إب، أنتم نسل حمير، وأنتم أقوام أهل شجاعة ومبادئ ومعروفين، وكذلك كل القبائل اليمنية. وأوعدكم بأن هذا نصر إلهي للشعب اليمني بأجمعه، وليس الجوف بحسب، بل هو أمر محسوم، أمر وفيه تدخل إلهي من عند الله سبحانه وتعالى. وحان الوقت إلى أن اليمنيون يعيدوا أمجادهم وكرامتهم وشيمهم وقيمهم، فأصبحوا تجارهم ينفقون على المجوس، وأصبحوا نساءهم في الحبوس، وأصبحوا شيوخهم لا قيمة لهم. فاليمنيون هم الذي فتحوا الإسلام شرقا وغربا، اليمنيون هم الذي ناصروا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يعاد هذا التاريخ، ولا بد أن اليمنيون يرجعون إلى تاريخهم، فهم أهل التاريخ وهم أهل الأمجاد وهم أهل المبادئ. فنرحب بكم ترحيبا قويا وكل القبائل اليمنية، وأسأل الله